السلام عليكم. أولا نقول ألف مبروك لسهيلة، وربي إن شاء الله يهنيك ويرزقك الذرية الصالحة. اليوم جيت نهضر على بعض التعاليق السلبية، وهذا بعد انتشار واسع لصور حفل زفاف سهيلة معلم، وكاين صور جدد ما بانش زوجها فيهم وبان غير النص، يعني صور جدد اللي نشرتهم البارح. والله هذه يعني حاجة وجعتني وجعت بزاف الناس يحبوا سهيلة. للأسف شفت بعض التعليقات اللي راحت لبعيد وبدأت تتدخل في خصوصية العروسة وجوزها، يعني في خصوصية سهيلة معلم وزوجها. الأسئلة اللي راهي تتكرر، يعني راهم يسألوها ويتكرر في التعليقات، يقولوا علاه العريس مخبي وجهه، سهيلة باينة، سهيلة ممثلة والناس كامل تعرفها. ويقولوا تانيك يعني بعض الأسئلة تطرح علاه الصور فيها غير النص وجه العريس، وكلام آخر فعلا ما يليقش بمقام هذه المناسبة. عدم ظهور العريس قد يكون رغبة شخصية منه ولا منها، بالك هما اللي ما حبوش، هي ولا هو ما حبوش باش يبان، وهذا مش راح ينقص من فرحة الزفاف شيء. سهيلة فنانة محبوبة أمتعتنا لسنوات، ومن حقها أنها تفرح بخصوصية في ليلة عمرها دون أن تتحول فرحتها إلى مادة للانتقاد البايخ وكلام الزايد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. يا ناس، الكلمة الطيبة صدقة، والتدخل في شؤون الناس لا يجلب إلا الطاقة السلبية. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا هو رسالة من القلب وعتاب محب. حبينا نوقفوا وقفة احترام لخصوصية الناس، ونفهموا على هذا التدخل الزايد وممكن يفسد فرحة إنسانة أعطتنا الكثير من وقتها وفنها. سهيلة معلم يعني فنانة معروفة وأمتعتنا بفنها، فما تدخلوش في خصوصية تاعها، خلونا نراجعوا أنفسنا ونعرفوا باللي الكلمة الطيبة في هذه المواقف، يعني مواقف تاع العراس وتاع، هي اللي تدوم وهي اللي تفرح. وكنت هدرت في فيديو سابق تاع مروان يخرج عن صمته وتصريحاته، يعني هدرت على تصريحاته حول خصوصية سهيلة معلم خاصة بعد زواجها. هدرت ووضحت، حتى قروابي يعني هدر ووضح وقال ما تدخلوش في خصوصية تاعها، وناقشت مواضيع مشابهة. ارجعوا للفيديوهات السابقة الموجودة على قناتي، رايحين تلاحظوا أني نشرت لأكثر من مرة عن هذا الموضوع الحساس، وهذا هو مبدأ القناة، الخصوصية خط أحمر. في الأخير حابة نختم هذا الكلام ونقول سهيلة معلم قبل ما تكون فنانة هي بنت وأخت، والآن هي زوجة، من حقها تعيش فرحتها بالشكل اللي يريحها ويحافظ على خصوصية بيتها الجديد. فباسمكم الكامل نرفع يدينا ونقول يا رب بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ربي يهنيك يا سهيلة ويجعل أيامك كلها أفراح، ويرزقكم بالذرية الصالحة اللي تملأ حياتكم سعادة. ربي يحفظكم من كل عين ومن كل كلمة سوء ويخلي المحبة هي السائدة في داركم يا سهيلة إن شاء الله. ما تدخلوش في خصوصيتها، جزاكم الله خير. ونصيحة الأخيرة لكل متابعي الأوفياء، فلنقل خير أو نصمت. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة تفتح أبواب القلوب، وتدخل في خصوصيات الناس لا يزيدنا إلا بعدا عنهم. خلونا نكون سند ومصدر طاقة إيجابية لفنانينا وفناناتنا، ونحترم قراراتهم الشخصية مهما كانت بسيطة في نظرنا. شكرا لكل واحد فيكم خلى تعليق راق ومحترم. ما تنساوش تشاركوني بدعواتكم لسهيلة معلم في التعليقات. ربي يدوم أفراحنا وأفراحكم. السلام.